صلوا على النبي. بتبدأ قصتنا في أمريكا مع جند فاشل في شغله اسمه جوي. بيدخل عليه القائد وبيقول له شخص تاني هياخد مكانك لأنك كسول شغلك. قال له كسول إيه؟ أنا كل يوم بنزل أجيب لكم فطار الصبح. فقال له جنرال طلبك بالاسم لأنه هيستخدمك في تجربة هتغير العالم. بننتقل للجنرال صاحب التجربة وكان بيشرح التفاصيل للقادة بتوعه وقال لهم إنه اختار جوي بالتحديد لأنه أعزب وأبوه وأمه متوفيين، يعني لو مات هنرميه في أي صندوق زبالة محدش هيسأل عنه. والتجربة عبارة عن إنهم هيحطوه في كبسولة وهيصحى بعد سنة. وقال لهم كمان هنحتاج بنت معاه، فبيختاروا فتاة المحترمة من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت واسمها جيت. وفعلا تاني يوم بيتم تجهيزهم للتجربة وبيتعرف على جيتا اللي بتكون خايفة. قال لها ما تخافيش، انت معاكي أكفأ ضابط في القوات المسلحة، ده القائد كان بيختارني من وسط 100 واحد عشان امسح له العربية. المهم بيحطهم في الكبسولات وبيتفقوا معاهم إنهم هيطلعوا بعد سنة، وبيدخلوا المادة المخدرة في جسمهم وبيقفلوا عليهم الكبسولات. وبتعدي أيام لأسابيع وبيحصل اللي محدش يتوقعه. الجنرال صاحب التجربة بيتقبض عليه بتهمة الفساد وبيتم هدم المبنى العسكري وبيرموا الكبسولات في الزبالة. ولأنها تجربة سرية مفيش حد فاهم الكبسولات فيها إيه. وبتعدي السنين ومعدل ذكاء البشر بيقل مع الوقت، وبعض الناس عندها أمل إن الهندسة الوراثية هتنقذ الكوكب. لكن أذكى العلماء في الوقت ده كان كل هدفهم يمنعوا تساقط شعر القرد عشان تعجب جوزها. وبتعدي السنين على الحال ده لحد ما بنوصل لسنة 2505، يعني بيعدي حوالي 500 سنة على التجربة. وبنشوف أكوام الزبالة اللي أحجامها زي الجبال. والكبسولة بتاعت جوي بتدخل بيت واحد اسمه سامويل، وساعتها جوي بيطلع من الكبسولة وبيكون دايخ ومش عارف هو فين. سامويل قال له قفشتك يا حرامي، هشد السيفون وجايلك. وكان عامل قعدة حمام في الكرسي لأنه كسول جدا. المهم بيحدفه من الشباك وبيشوف العالم الخارجي. بيتصدم من شكل الناس ومش مصدق إن المدينة شكلها اتغير في خلال سنة واحدة. ولأنه حاسس بدوخة بيوصل لأول مستشفى قابلته وبيلاقي الناس شكلها متخلف جدا. بيلاقي حوض مية وبيشرب منه، بيتفاجئ من الحنفية بتنزل مشروب طاقة. المهم بيوصل للموظفة وبيقول لها حاسس بدوخة فظيعة، محتاج دكتور يكشف عليا. وأثناء ما كان مستني دوره بيلاحظ إن المجلة مكتوب فيها سنة 2505، فبيفهم إنها غلطة مطبعية. بيدخل الدكتور وبيقول له مساء الفل يا شبح. قال له مساء الفل يا دكتور، عايز أتكلم معاه أنت اللي هتفهمني. فقعد وحط رجله على المكتب وقال له ما يشغلنيش كلامك عشان عارف تمامك. قال له يا دكتور أنا بتكلم بجد، الناس كلها شكلها مش طبيعي. ليه؟ هو إيه اللي حصل بالظبط؟ الدكتور قال له كان نفسي أساعدك يلي الهم تعبك. قال له الهم تعبني؟ انت يا عم مجنون انت كمان، هو انت دكتور ولا شاويش في فرح ولا ايه حكايتك؟ وبالصدفة بيشوف ورقة مكتوب عليها سنة 1505. بيقوم يبص من الشباك بيتفاجئ ان الدنيا كلها متبهدلة لدرجة ان المبنى مربوط بحبل عشان ما يتهدش. الدكتور بيتفاجئ انه مش عامل وشم على ايده، والوشم ده بيثبت انه مواطن في البلد، فبيبلغ عنه. وجوي بيخلع ومش بيدفع حق الكشف. وبالليل بيقابل آلة بتبيع مأكولات وبيحاول يطلع أي حاجة ياكلها، وفجأة بتوصل الشرطة وبتقبض عليه. وبيدخل لقاعة المحكمة وسط غضب الناس، والقاضي كان شكله متخلف عقليا. المهم بيقول له من حق المحكمة عليك إنها تديك محامي يدافع عنك. وبيتفاجئ إن المحامي هو صامويل اللي الكبسولة دخلت بيته. قال القاضي ده اللي عيني ده من شدة كسل وعامل قعدة حمام في الكرسي. القاضي طلب منه يدافع عن جوي. سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين، إن هذا المذنب الماس أمامكم حرامي بالفعل، لأنه قبل ما يهرب من المستشفى اتهاجم عليا في بيتي وكنت قاعد في أمان الله بعمل سيادة القاضي يرضي مين ده؟ حكومة. الله الله الله، يخرب بيت غبائك، انت المفروض بتدافع عني. وبسبب غبائه بيتحكم عليه بالسجن. في الناحية التانية جيتا بتطلع من الكبسولة وبتحاول تتصل بالجنرال صاحب التجربة، لكن مش معاه فلوس تتصل. في الوقت ده بياخدوا جوي عشان يعمل وشم على إيده وبيكون عليه كل بياناته الشخصية، وبيعملوا له اختبار ذكاء عشان يشغلوه في السجن على حسب ذكائه. والسؤال لو معاك جردل وشخص اداك جردل كمان هيبقى معاك كام جردل؟ قال لهم 2. بيبص جنبه بيلاقي الغبي ده مش عارف يحل اختبار سهل، وبيتأكد انه عايش وسط أغبياء ومن السهل يخدعهم. وبيلاحظ ان في صف داخل السجن وصف خارج من السجن، فبيضحك على الضابط وبيقول له النهارده ميعاد خروجه من السجن. فضربه، انت غبي يلا دول في السجن، امشي من الاتجاه ده. وقال له الحراسة افتحوا له الغبي ده يمشي. وبيهرب بمنتهى السهولة وبيوصل لبيت صامويل لانه مش عارف حد غيره. فبيقول له بطل غباء واسمعني كويس، أنا نمت 500 سنة في كبسولة عشان كانوا بيعملوا عليا تجربة. أنت من فصيلة الديناصورات ولا إيه؟ قال له يا عم ارحم أمي بقى،
تعرف حد ذكي يوصلني لآلة الزمن؟ قال له أنا أوصلك بس تدفع كام؟ قال له هديك 50 مليون دولار. قال له 50 مليون إيه؟ هيعملوا إيه في الزمن ده؟ أنا هاخد 1000 دولار ومش هينقص دولار واحد. وبيخلعوا من المكان، وأثناء ما كانوا ماشيين جوي بيتفاجئ بجيتا وبياخدها معاه. قالت له أنت خايف من إيه؟ قال له الشرطة عايزة تمسكني. ومن سوء حظه جهاز الاستشعار بيصور الوشم وبيحدد مكانه. فبينزلوا من العربية وبيستخبوا، وبعد ثواني الشرطة بتوصل وبتدمرها، والغبي اللي شايل بازوكا بيضرب بالعكس وبيقع طيارة من السماء. المهم بيفضلوا ماشيين ورا الغبي ده على أمل إنهم يوصلوا لآلة الزمن، وبيوصلوا المدينة اسمها كوستو، ودي المدينة الوحيدة اللي فيها الأكل والتعليم والأجهزة الحديثة. بيقفوا يستنوا المترو، بتستأذن عشان تدخل الحمام، والمشكلة إن جهاز الاستشعار بيحدد مكان جوي مرة تانية وصورته ظهرت في كل مكان. بيوصل المترو وصامويل وجوي بيركبوا عشان يخلعوا، لكن جوي قال له مستحيل أسيبها لوحدها. وللأسف بتوصل الشرطة وبتمسكه، بس بدل ما ياخدوه السجن بياخدوه للبيت الأبيض عشان يعينوه رئيس وزراء، وده لأنه حل اختبار السجن بذكاء. وده وزير الدفاع، ودي وزيرة البيئة، هي شكلها بيئة فعلا. وده بقى وزير التعليم، وبسم الله ما شاء الله باين عليه متخلف عقليا. والواد ده بقى وزير الطاقة، وبنفهم إن دول ولاد حالة الرئيس وهو اللي معينهم بالكوسة. في اللحظة دي بيدخل الرئيس، وبيكون غبي هو كمان، واتعين في منصب الرئاسة لأنه فاسف في بطولة المصارعة 5 مرات. وكان مبسوط من جوي لأنه ذكي، وبيعمل مؤتمر عشان يقدم جوي للناس. وفجأة بيدخل على موسيقى جون سينا، وبيقول للناس إن جوي أذكى شخص في العالم، لكن الناس كلها همها تحل مشكلة المجاعة. والمشكلة دي حصلت لأن المحاصيل الزراعية بقالها سنين مش بتنمو. قال لهم ما تقلقوش، جوي هيحل المشكلة دي وهيخلي الأرض تطلع زرع. وتاني يوم بيستدعي صامويل للبيت الأبيض، وبيطلب منه يرسم خريطة توصله لآلة الزمن. وبعد شوية بيتجهوا للأرض الزراعية عشان يفهموا المحاصيل ليه مش بتنمو. وصامويل بيقرب منه وبيديله رسمة الخريطة اللي طلبها منه، وطبعا مش عايز يمشي بدون جيتا. فقال لهم أنا عارف واحدة عندها خبرة في المحاصيل الزراعية اسمها جيتا، عايزة حالا. وفعلا بعد شوية جيتا بتوصل، وكان عايز ياخدها ويخلع من المكان. فقال لهم هنتمشى أنا وجيتا ونشوف المشكلة دي حلها إيه. وبيبعد عنهم، بس أول ما بيفتح الخريطة بيلاقي الشكل ده، وبيندم إنه معتمد على شخص غبي زي صامويل. وبيضطروا يرجعوا تاني، وبالصدفة بيكتشفوا إنهم بيستخدموا مشروبات الطاقة للزراعة. وبنفهم إن الشركة اللي بتنتج مشروبات الطاقة هي اللي أوهمت الناس بكده، لدرجة إنهم بيسقوا الأطفال بمشروبات الطاقة. وتاني يوم جوي بيعمل اجتماع في البيت الأبيض بخصوص الموضوع ده، وبنلاحظ إن الوزراء الأغبياء بدل ما ينقلوا الترابيزة في مكان واسع سابوها مكانها وكسروا الجدار. المهم بيحاولوا يقنعوهم يستخدموا المية في الزراعة، لكن بيقولوا عليه غبي. قال لهم لو مش مصدقيني تعالوا نسأل النبات. وبيمثل إنه بيكلم النبات، وقال له الوزراء سمعتوا بقى عمالين يقولوا مية مية. الرئيس قال له برافو عليك، وفعلا بدأوا يستخدموا المية. وبعد أسبوع بيحصل احتجاجات قدام البيت الأبيض بسبب إن الأرض ما طلعتش أي نبات، وبيلاقي الناس في التلفزيون بيطالبوا بالقبض عليه لأنه حصل شركات المشروبات ومفيش أي فايدة للناس. وللأسف بيدخلوه السجن وبيربطوه بصخرة ضخمة عشان ما يهربش زي المرة اللي فاتت. وتاني يوم بياخدوه لساحة قتال عشان يقاتل آلات ضخمة، وبالتالي هدوا غضب الناس اللي عايزين يقتلوه. في الناحية التانية جيتا بتلاحظ إن النباتات بدأت تنمو، فقالت لصامويل الملعب بسرعة قبل ما يقتله. وبتوصل جيتا للملعب وبتقول للرئيس، لكن مش بيصدقها، فبتشغل دماغها للمصور الفلوس مقابل إنها تاخد الكاميرا. وصامويل بيوصل للأرض الزراعية وبيصور النباتات، والمشهد بيظهر على كل الشاشات. الرئيس مش بيصدق نفسه وبينزل للملعب وبينقذ جوي، وبيعمل حفلة مخصوص لجوي في البيت الأبيض، والناس فرحانين بالإنجاز اللي حصل. جيتا بتقول له إنها مش عايزة ترجع للماضي، وبيتفاجئ من كلامها وبيقول له شوف وشك على خير، أنا هرجع للماضي. وقبل ما يمشي الرئيس بيناديه وبيعينه نائب للرئيس، لكن جوي مصمم يرجع لآلة الزمن. وفعلا صامويل بياخده للمكان، لكن بيتفاجئ إن الآلة مجرد لعبة تافهة، ودي آخرة اللي يمشي ورا شخص غبي. بيعدي 5 شهور، والمفاجأة إن جوي بقى رئيس أمريكا، وجيتا بقت السيدة الأولى، وبيوعد الناس إنه هيحل مشكلة الزبالة والتعليم. وبتعدي السنين، وبيخلف 3 أطفال من جيتا، وبيعيشوا في ثبات ونبات. أشوفكم الفيلم الجاي.